عمرك سألت نفسك ليه الضلمة بتخوف؟ حتى لو في مكان آمن بنحس بعدم راحة. هل الخوف ده طبيعي ولا في حاجة غلط فينا؟ الخوف من الضلمة اسمه العلمي مايكتوفوبيا، وهو من أكتر أنواع الخوف انتشارا عند الأطفال. بس الغريب إن في ناس كتير بيكبروا ولسه جواهم نفس الإحساس. المخ البشري بيحب يتوقع اللي جاي، والضلمة بتمنعه من كده، فبيبدأ يتخيل الأسوأ. زمان الظلام كان بيمثل خطر حقيقي، حيوانات مفترسة، أعداء، يعني مفيش كهرباء، مفيش أمان. العقل تطور عشان يربط الضلمة بالخطر، فبمجرد ما النور يختفي يبدأ المخ يدور على أي تهديد. الجسم بيستجيب، ضربات القلب بتزيد، التنفس يتسرع وتحس إنك متوتر. المشكلة بتبدأ لما الخوف يخرج عن السيطرة، تبقى مش قادر تنام إلا والنور منور، أو تتجنب تروح أماكن ضلمة حتى لو آمنة. ساعتها ده مش مجرد خوف طبيعي، ده محتاج مساعدة. الخوف من الضلمة جزء من جهاز البقاء اللي جوانا، بس العقل ساعات بيبالغ وبيتهيأله إن في خطر مع إن مفيش حاجة. قولي بقى بصراحة، هل لسه الضلمة بتخوفك لحد دلوقتي؟